طلبتنا الأعزاء في شعبة علوم الإعلام والاتصال، تخصص الصحافة المطبوعة والإلكترونية، مرحبا بكم إلى رحاب بمقياس قضايا راهنة. وهذه المحاضرة الثانية ضمن المحور الثالث المخصص للقضايا العربية والإفريقية. وعنوان المحاضرة اليوم سيكون حول الجامعة العربية والإصلاح المنشود ضمن القضايا العربية دائما. وسنحاول أن نقف على بعض جوانب هذا الهيكل العربي ومنشود من إصلاح هذا الهيكل. إذن الجامعة العربية هي من أقدم المنظمات الإقليمية المعاصرة، والتي تزامن تأسيسها مع انتشار النشاط التحرري في المنطقة العربية وظهور فكرة القومية العربية كذلك. وهي واحدة من المنظمات الإقليمية التي تصنف بأنها منظمات بين الدول، يعني منظمات بينية، بمعنى أنها لا تملك صلاحيات وسلطات تعلو على الدول الأعضاء فيها، أي دول المنطقة العربية، وبذلك فقراراتها ليست ملزمة ولا تملك صفة الإنفاذ الإلزامي. إذن جامعة الدول العربية، تعريفها، تأسيسها، أهدافها إلى غير ذلك. فجامعة الدول العربية يشير هذا المصطلح إلى أنها منظمة إقليمية تضم دولا حققت شروط العروبة من آسيا وإفريقيا، وينص ميثاقها على توثيق الصلات بين هذه الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية لتحقيق التعاون بين أعضائها. كذلك هي تجمع عربي تأسس رسميا في 22 مارس سنة 1945، يعني إثر نهاية الحرب العالمية الثانية. وتأسس طبعا من خلال 7 دول أو تحالف 7 دول عربية، ثم وصل عددها فيما بعد إلى بقية الأعضاء اللي هي الذي مجموعهم 22 دولة. تلتزم جامعة الدول العربية بمبادئ الأمم المتحدة وبالمساواة القانونية بين الدول الأعضاء فيها وعدم التدخل في شؤون أعضائها. طبعا تأسست مر تأسيسها بمجموعة من المراحل. أولا بدأ في 43 سنة 1943 بدأت المشاورات الثنائية بين مصر والأردن والعراق وسوريا والسعودية ولبنان واليمن حول مشروع إنشاء مشروع جامعة تجمع هذه الدول. وفي 25 سبتمبر 44 عقد اجتماع في الإسكندرية ضم مندوبين عن هذه الدول المذكورة. طبعا وبعد 8 جلسات متوالية من المشاورات والنقاش، اقترح رئيس الوفد العربي العراقي نوري السعيد تكوين مجلس اتحاد لا تنفذ قراراته إلا بالتداول أو بالتوافق بين هذه الدول. طبعا كذلك أصدر المندوبون العرب الذين حضروا الاجتماعات أصدروا بيانا سمي ببروتوكول الإسكندرية، وينص على موافقتهم على إنشاء هذه الجامعة التي تسمى جامعة الدول العربية. وكانت ليبيا فيما بعد هي أول دولة انضمت إلى هذه المجموعة أو هذا الميثاق. طبعا عكس ميثاق الجامعة العربية صورة النظام الإقليمي آنذاك وطبيعة العلاقات بين هذه الدول، والتي تقوم على السيادة القطرية واحترام الدولة القطرية، الدولة الوطنية، الدولة القومية. وطبعا هذا الميثاق رافق فيما بعد هذه الجامعة أو هذه المنظمة إلى وقتنا الحاضر. ورغم أن جامعة الدول العربية ولدت قبل إنشاء الأمم المتحدة، إلا أن ميثاقها كذلك اهتم بالتعاون مع الهيئات والمنظمات التي قد تنشأ في المستقبل، ومنها طبعا الأمم المتحدة. الآن الجامعة العربية، التحديات ومؤثرات إدارة الأزمات العربية. واجهت جامعة الدول العربية مصاعب وأزمات مختلفة خلال مراحل تطورها، بعضها أخذ شكل تحديات ثابتة كالصراع العربي الإسرائيلي الذي لا يزال قائما إلى اليوم، وبين بعضها أخذ مصاعب أو تحديات مؤقتة مثل الخلافات العربية البينية وصعوبات العمل العربي المشترك ولكن ما واجهته جامعة الدول العربية في تلك المرحلة هو نوع من التحديات الخاصة بالمصير المشترك بالنسبة للنظام العربي ككل، وجامعة الدول العربية كعضو أصيل في هذا النظام العربي. لذلك يمكن القول أن جامعة الدول العربية واجهت ولا تزال تواجه تحديات عربية مشتركة يمكن حصرها فيما يلي. أول تحدي هو تحدي ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وهو ما يفرض على الدول العربية
والجامعة معها العمل على توفير القدرات العربية للتعامل مع هذا النظام الدولي العالمي الجديد. كذلك التحدي الآخر هو تحدي مستلزمات الأمن القومي العربي وخلو الساحة العربية من وسائل وترتيبات حماية الأمن الجماعي العربي، وهذا تحدي يبقى دائما مطروح على الدول العربية. كذلك تحدي ما سمي بعملية السلام الشامل والعادل والدائم مع الكيان الإسرائيلي، خاصة القدرة على التصدي للنزاعات، توسع وانهاء الاحتلال العربي الإسرائيلي للأراضي العربية والأراضي الفلسطينية خاصة في ظل إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وما يستوجب من رؤية عربية مشتركة وفقا للموقف العربي الموحد. كذلك تحدي مسألة التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل الشرط الذي لا غنى عنه لمنعة الأمة العربية وتقدمها. كذلك التحدي الآخر هو تحدي الديمقراطية والحوكمة والشرعية والحياة البرلمانية والتعددية السياسية والحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية. إذن الوقوف على هذه المؤشرات الأساسية لسياسة الجامعة العربية سواء كانت خارجية أم داخلية يجعل الراصد للمؤثرات الخارجية التي ساقت إلى إنشاء هذه الجامعة يلخصها فيما يلي. أول مؤثر هو التدخل البريطاني منذ لحظة التأسيس، حيث أن بريطانيا العظمى آنذاك كانت هي الفاعل الرئيسي في تأسيس هذه المنظمة. وهذا طبعا معروف تاريخيا أن المنطقة لما انحصر المخطط الاستعماري البريطاني حاولت الجامعة العربية بأن تسمح للدول العربية بإنشاء وتكسب ودها بإنشاء هذه الجامعة، لكن بشروطها وتحت مظلتها، فاصطبغت هذه الجامعة العربية بالصبغة الإنجليزية شئنا أم أبينا. كذلك من المؤثرات الأساسية في سيادة جامعة الدول العربية أيضا وجود الكيان الإسرائيلي الذي تمثل وسيلة من وسائل تنشيط النزاعات القومية بين الدول العربية. كذلك المؤثر الثالث هو سياسة الجامعة العربية والمتمثل في التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط والخليج بعد حرب 73 الذي أفرز اختلال التوازن بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا والولايات المتحدة الأمريكية. المؤثرات العربية الآن على سياسة جامعة الدول العربية فيمكن حصرها في 3 مؤثرات. المؤثر الأول اللي هو المؤثر القومية، سيطرة القومية العربية والقطرية. المؤثر الثاني هو المؤثر الفلسطيني وتأثير القضية الفلسطينية الداخلية وخلافات الدول العربية حول أو نظرتهم لهذه القضية الفلسطينية. ثم المؤثر النفطي، المؤثر الثالث اللي هو المؤثر النفطي، حيث برز ذلك في صورة ما يسمى بالعمل العربي المشترك مباشرة بعد حرب تشرين 73 ومضاعفة أسعار النفط، وأفرز هذه الوضعية ممارسات واقعية وانحسار للمد القومي العربي، مما جعل جامعة الدول العربية تنشغل أكثر بالمشروعات المشتركة وبقضايا انتقال العمالة العربية إلى غيره. وطبعا تعامل الجامعة العربية لم يكن في المستوى معه. الآن النقطة الأخيرة، الجامعة العربية ومحاولات ورؤى الإصلاح ومشاريع الإصلاح وأسباب تعثر هذه المشاريع. طبعا ظهرت منذ السنوات الأولى لإنشاء الجامعة العربية في كل اجتماع كانت تظهر فكرة محاولة الإصلاح، وقد ظهرت الكثير من أفكار الإصلاح، إصلاح ميثاق الجامعة العربية وتحقيق التكامل العربي الذي هدفه تنظيم إعادة تجديد هذا التنظيم إلى غير ذلك. وهذه المحاولات طبعا تعددت وتكررت، سواء من طرف الجزائر، سواء من طرف مصر، سواء من طرف الدول العربية الأخرى، من طرف فهذه المحاولات كثيرة ومتعددة يمكن الوقوف عليها، لكنها في النهاية لا تمثل إلا وجهات نظر أصحابها والذين روجوا لها، وبالتالي لم تحقق الهدف وبقيت حبرا على ورق. وبالتالي تبقى الجامعة العربية دائما رهينة الدول المؤثرة في المنطقة العربية. نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة. هذه تحياتي.